دور هنا كده، دور على وشي كده. صورها فيديو برضه والتابوت. لا يا اسطى بتاع ده ايه؟ زي ما شفنا في الجزئين الأول والتاني مرورا على متحف إمحتب وجبانة الدولة الحديثة بمقبرة بتاع حمص والمجموعة الجنائزية الزوسر ومقبرة سيسوت إيدوت وهرم أناس. هنكمل الجزء الثالث من مقبرة تي. تي هو موظف كبير في عصر آخر ملوك الأسرة الخمسة. وظيفة تي كانت الإشراف على الأهرامات لنفر إيركارع وني أسرع وعلى المعابد الشمس الخاصة. المعابد دي كانت لصحورع ونفر إيركارع. أصبحت مقبرة تي واحدة من أشهر المواقع الأثرية في مصر بسبب كتابتها ونقوشها اللي بتصور مناظر تفصيلية للحياة عموما وكمان مناظر جنائزية. اكتشفت مقبرة تي على ايد عالم الآثار الشهير مريت. اكتشفت في القرن ال19. مدخل مقبرة تي محمول على عمودين مربعين. العمودين دول مرسوم على الجوانب صاحب المقبرة تي كأنه بيرحب بالزوار. بعد كده هنلاقي قاعة مربعة فيها 12 عمود متصور عليهم تي في جبانته اليومية. القاعة دي فيها حفرة كبيرة متصلة بممر. الممر ده بيوصل لحجرة الدفن، فيها تابوت حجري لصاحب المقبرة تي. في نهاية القاعة دي في دهليز طويل، في أوله على اليمين باب وهمي صغير تخليد لزوجة صاحب المقبرة اسمها نفر حدبس. بعدها في حجرة صغيرة ممتلئة بالنقوش كانت مخصصة لحفظ القرابين. بعدها حجرة متسعة كمزار خاص للمقبرة، وفي بابين وهميين لصاحب المقبرة. وأمام الباب الجنوبي في مائدة قرابين كبيرة جدا. كتير مننا سأل نفسه ليه الموقع الأثري ده اسمه سقارة. أطلق على سقارة الاسم ده كاشتقاق من إله الجبانة اللي كان بيعبد في الوقت ده وفي المنطقة دي، وهو الإله سكر، إله الموتى في الدولة القديمة. بداية الإله سكر إنه كان بيسكن فوق الأرض من رعاة عمليات الزراعة والحرث. بعدها سكن تحت الأرض فأصبح راعي للناس اللي بيسكنوا تحت الأرض وهم الموتى. زاهي حواس قال عن سقارة إنها بترجع لأكتر من 3000 سنة، وإن أكتر الآثار اللي فيها بترجع لعصر الدولة القديمة بعد أول ثورة في الفن والبناء والعمارة على إيد المهندس المعماري إمحتب باستخدامه الحجر لأول مرة في بناء المجموعة الجنائزية لزوسر. سقارة بتضم حوالي 30 هرم، منهم 15 هرم مخصص للملوك والباقيين ما بين أهرامات عقائدية وأهرامات ملكات. انقسمت سقارة ل6 قطاعات. قطاع شمالي بيضم مقابر كثيرة زي مقبرة كاعبر ومقبرة حسيراع واستراديب المتصورة في باطن الأرض. القطاع الغربي وده بيضم السرابيوم المخصص لدفن العجل أبيس، وقطاع هرم ونيس اللي بيضم هرم ونيس ومجموعته الهرمية المميزة ببطون الأهرام، والقطاع الجنوبي اللي بيضم أهرام ملوك الأسرتين ال5 وال6 وأهرام لبعض الملكات وهرم الملك شبسكيف. وقطاع وسط وهو من أشهر القطاعات لأنه بيضم المجموعة الجنائزية لزوسر والهرم المدرج. الوقوف قدام هرم من أهرامات سقارة وخصوصا هرم الملك زوسر الهرم المدرج بيخلينا نحس إزاي تصميم مميز ومختلف عن أي هرم تاني كان في الوقت ده، مرورا بالمقبرة الجنوبية ومشاهدة نقوشها ورسوماتها الفرعونية والمهداة كلها للملك زوسر. ودلوقتي هنروح لقطاع تيتي اللي بيضم هرم تيتي أول ملوك الأسرة الستة، وكمان بيضم هرمين ل2 من زوجاته. الملك تيتي حكم بعد الملك أناس آخر ملوك الأسرة ال5، واللي قال عنه منيوتن إن أصل الملك تيتي من منف، وإنه ترك عبادة الإله را واهتم بعبادة الإله بتاح المقدس في منف. الهرم ده كان حجمه كبير جدا، ولكن دلوقتي حجمه نقص بسبب ضعف بنيانه وإنه ما تمش تشييده بإتقان، لأن قلب الهرم كان عبارة عن قطع حجرية مش مستوية وحصى. ارتفاع الهرم دلوقتي 20 متر وطول ضلع قاعدته 65 متر ومغطي من الخارج بحجر جيري أبيض. بنية الهرم ده متشابهة جدا مع الأهرامات الكاملة اللي بنيت في الأسرة المصرية الرابعة،
وعلى رأسهم الهرم الأكبر هرم الملك خوفو. الملك تيتي حكم من 2350 قبل الميلاد ل 2330 قبل الميلاد. حكم الملك تيتي كان حكم تقليدي متبع في العلاقات السياسية والتجارية والعمق في بلاد النوبة. وهو مش بس بنى هرم ليه، كمان بنى هرمين لاتنين من زوجاته، الملكة إيبوت ابنة الملك أوناس والملكة خويت. مدخل الهرم تيتي على مستوى سطح الأرض في المنتصف في الواجهة الشمالية للهرم. بعدها هنلاقي دهليز طوله 15 متر بيودي لممر أفقي، والممر الأفقي بيودي لحجرة صغيرة. على الجانب الشرقي من الحجرة بنلاقي فجوة في الجدار، وعلى الجانب الغربي بنلاقي حجرة الدفن. حجرة الدفن اللي فيها تابوت من البازلت. سقف الحجرة دي من 3 طبقات من الأحجار المضلعة الكبيرة موزعة على الناحيتين فوق الحجرة في شكل جمالوني، والتابوت ده موجود في الجانب الغربي للحجرة، ومنقوش عليه عبارات جنائزية هيروغليفية، ومنقوش على جدران الحجرة التابوت والحجرة الأمامية عبارات هيروغليفية من نصوص الأهرام. بالنسبة للتماثيل الخاصة بالملك تيتي، اكتشف العالم جيمس كيبل في حفرياته في سقارة في شرق الهرم في مقبرة تحت الأرض التمثال المجسم الوحيد للملك تيتي. التمثال ده جزء السفلي مفقود من تحت الركبة، ورأس الملك متوجة فيه بالتاج الأبيض المميز لصعيد مصر وهي مصر العليا. واللي أثبت إن التمثال ده بيخص الملك تيتي هو الباحث ويليام سميث. وعلى الرغم من البحث والاكتشاف، غير إنه لم يتم البحث عن معبد الوادي الخاص بيه. الخريطة بتاع الجرانيت دي تقفل عليك. لا ليه كده يا عم خش. لا يا عم دور يا دور على ما انا عايز حد يصور. طبعا ماشي يصور. انا كده جاي كده يا اسطى خايف. حلو يا اسطى. لا يا اسطى انت عليا ايه على جوه وكمان اختفاء لطريق الصاعد، واتبقى قليل من المعبد الجنائزي الكبير. يقال عن الملك تيتي إنه اغتيل من حراسه بعد تمردهم عليه. ذكر اسم تيتي بعد وفاته في قصة بترجع للدولة الوسطى والدولة الحديثة من نفر قرع ومن بزاد، إن روح الملك تيتي كانت بتظهر ليهم دايما. كمان ذكر لتاني مرة اسم الملك تيتي في الأسرة 18 في بردية إبرس في وصف طيبة لعقار خاص بأم الملك تيتي وهي الملكة ليسيش. كمان ذكر اسم الملك تيتي في مقبرة ويني اللي عاصر فترة حكمه. منقوش على المقبرة دي أقاويل لويني إنه كان مدير بيت الزراعة ومدير ضياع القصر الملكي في عصر الملك تيتي. وكمان من الأسامي الغير مشهورة وغير متداولة للملك تيتي اسم أوسو آس. وأغرب حاجة عن الملك تيتي ومثيرة للجدل إن فترة حكمه مطموسة في قائمة تورين للملوك. وبكده نكون خلصنا الجزء الثالث. استنوا الجزء الرابع بأسرار وخبايا تانية كتير عن سقارة.